انا بعد ما قررت ابيع سنارتي قلت ليه يا ولد بيعها؟ في وقت فراغك انزل جيب لك ال5 حتت بولتي وتعالى. يوم ورا التاني الموضوع توسع مني قوي. جبت المصاصتين، هي اسمها عوامه بس انا بقول عليها مصاصه عشان شبه المصاصه، واشتريت عده الشغل بتاعت الصياده. انا مش عارف وانا بجيبها حسيت ان انا بجيب مقلمه، حسيت بجد ان انا في فتره الابتدائيه قوي. فيها ايه بقى يا معلم؟ يلا بينا نشوف. فيها دي اللي بتتزنق في المصاصه عشان الخيط يثبت، وده السن اللي بيجي في السمكه كده بيشبك، وده انا بس مسميه مشبك، بيفصل ما بين الخيط اللي في السناره والجزء التاني بيمسك السن اللي هو زي ما انتوا شايفين كده. وده اسمه فوسفور، ده كده بتفضل تعضعضه، او يعني مش لازم تعضعضه بايدك كده، بتتنيه عشان ينور، عشان بالليل تعرف ان السناره غمزت ولا لا، عشان بتبقى رؤيه بتشوف يعني. وده اسمهم تقلات، دول عباره عن حديد. الحديد ده لازمته ايه؟ بياخد السن في الميه بيتقله عشان ينزل لتحت، عشان السمكه بتبقى متلجه وفي القاع كده. دي عدة الشغل. ده بقى احتياطي خيط، لا قدر الله السمكه ممكن يكون عندها سنون تكون مخدنا الخيط كده هنمشي، فلازم ان يكون ده معانا عشان نقعد. فانا اسف يا جماعه، انا مش هبيع سنارتي الا لو جالها 10000 جنيه، انا ممكن ابيعها عادي.